السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعنا يا عم الحدوتة، خسارة الزمالك الكونفدرالية من اتحاد العاصمة. أحلى حدوتة، يا سلام. امبارح عشانا ومشروبنا دموع الزملكاوية. يا أخي سبحان الله، فرحتكم بتبقى مؤذية. طبعا انا ابتديت البدايه دي علشان بس انا برزع لشويه الزملكاويه اللي بتقعد تقعد تسف على الاهلي والكلام ده مش عارف ايه، وعقبال ان شاء الله يوم الاربع باذن الله اما تخسروا الدوري. اما بالنسبه للناس الزملكاويه المحترمه اللي هم حبايبي والناس والكلام ده، انا زعلان عليكم. في ناس زملكاويه محترمه، اما اللي هم بقى بيقعدوا يسفوا وبيحلووا، لا يا باشا، انا فرحان فيك وان انت امبارح نمت معيط. امبارح الزمالك هو اللي خسر نفسه بنفسه. تعالى بقى نتكلم فني. الزمالك امبارح ما شاطش على الجون غير كورتين، كورة الجون والكورة بتاعت ناصر منسي. وكفى الله وكان الله بالسر عليم. امبارح اتحاد العاصمة معتمد جمال، الراجل ده رجع اتحاد العاصمة للماتش. اول 10 دقايق الزمالك ضاغط وجاب جون، واتلغى له جون اوف سايد، واوف سايد على فكرة عشان ما حدش يقعد يهري، عشان الكرة اصلا اوف سايد والخط والفار وضحها. يجي يقعد يدافع تحت الكرة. طيب جمهور الزمالك، انا اول مرة اشوف جمهور بيضغط على فرقته بدل ما يضغط على المنافس. امبارح لعيبة الزمالك كانت فعلا حرفيا رجليها مش شايلاها. انت متخيل ان اتحاد العاصمة راح بتسع كور على المرمى، منهم حوالي 4 كور خطرة، منهم كورتين اتشاطوا جنب العارضة. وطبعا بقى انت متخيل ان لعيبه الزمالك ومعتمد جمال كان بيتكلم اصلا في المؤتمر، بيقول لك انا عايز اجيبها ضربات جزاء. يا باشا ضربات الجزاء دي ما ينفعش انك تغامر فيها. امبارح في وسط الشوطين كنت قاعد على القهوه بتكلم مع واحد صاحبي، هو اللي كلمني ومن الزملكاويه الحقن، محمد حسني صديقي اللي قلت لكم عليه قبل كده، وكان لعيب في نادي الزمالك. قال لي يا ابني ربنا يستر ما توصلش ضربات جزاء، لان انا حاسس احساس مش حلو. قال لي احنا ما لعبناش وما جيناش. قلت له يا ابني لا اصبر، يمكن ربنا يكرمكم وتكسبوا وبتاع. قال لي احنا ما جيناش من بعد ما جبنا الجون و10 دقايق وشكرا للتحيه. احنا بندافع ليه وخايفين ليه؟ احنا خايفين ليه؟ ما علينا. فعلا انتوا تستحقوا الخساره. اعلام وجماهير نادي الزمالك اللي كانت طول الفتره اللي فاتت بتحفل، وانا مركز اول، وانا في نهائي افريقيا اللي هي كونفدراليه، بطوله ملهاش مليون لازمه، وكميه بقى هوكس. الناس كانت محضره تيشيرتات اسياد افريقيا. انت يا سيد افريقيا منين يا اسطى؟ هي الكونفدراليه بتتحسب يا اسطى ايه في ميزان حسناتكم بقى باذن الله. اتحاد العاصمه امبارح ادى درس في كيفيه انك تستغل غباء المدرب، غباء المنافس، غباء الجماهير. امبارح الجماهير مش تضغط مش تعمل، لا الجماهير امبارح اوه سمعنا يا عمي الحدوته. صدق عرفكم الكبير احمد عفيفي، قال انتوا دخان من غير نار. هزيمه للزمالك مستحقه. بالحق يا جدعان، في حاجه كده كنت عايز اقولها. بزيرة بلح. هو ده؟ طب يا اخي، طب على الاقل احنا لما خدنا زيزو كان جايب لك 2 دوري و2 كونفدراليه. فعلا احسن من زيزو، صفقه احسن من زيزو والله يا جماعه. ضحكتونا والله العظيم. والله يستمر نادي الزمالك في تقديم الدعم للجماهير والانديه الاخرى والكوميديا. ها بزيرة عمل لك ايه يا اسطى؟ جاب لك بطوله يا اسطى؟ ولا اي حاجه. الفاموس ويمسك التيشيرت اوبا. هو عارف الدخله منين ان انتوا جماهير ولا مؤاخذه بيضحك عليكم، واضحك على العبيط عشان يتعمل لك صيت، وقال لك بس يا باشا دي ناس عبيطه ودي اضحك عليهم. طب انا على الاقل لما خدت منك زيزو على الاقل كان جايب لك 2 دوري و2 كونفدراليه. يا راجل، هي دي قمه الكوميديا اللي انتوا فيها. الف مبروك اتحاد العاصمه، وان شاء الله الزمالك يفرحنا يوم الاربعاء بخساره الدوري باذن الله. السلام عليكم.